السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى. أحكي لكم حكايتي وعم جوزي عمل فيا إيه أنا وحماتي. عم جوزي كان بيعاشرني أنا وحماتي. طب إزاي؟ طب وفين جوزي؟ وفين حماية؟ الموضوع كبير جدا. تعالوا بينا نسمع القصة من صاحبة القصة. معانا زيزي اللي بتقول أنا عشت عيشة حلوة جدا، اتجوزت حب عمري. حب عمري ده كان أبوه عنده شركة وغني جدا، وهو ليه أخ واحد بس، يعني حماتي ما جابتش إلا ولدين. جم اتقدمولي وكنت فرحانة جدا، وبصراحة جاب لي شقة يعني ما فيهاش أي غلطة، والجهاز أفخم جهاز، وكان شغال مع أبوه في الشركة هو وأخوه. وحماتي كانت بتحبني جدا وبتجيلي زيارات. حد هيقول لي بقى كنتي عايشة فين؟ هقول إن حماية كان عنده مبدأ إن يشتري لكل ولد شقة بعيدة عنه، وما ينفعش يعيشوا في بيت واحد علشان المشاكل اللي هو بيت العيلة يعني. شقة في برج في مكان جميل جدا. وجوزي ربنا أنعم عليا بيه، كان محترم فوق الخيال. وربنا أنعم عليا تاني واداني أجمل بنتين. عشت مع جوزي 10 سنين هنا وسعادة وسرور. وحماتي ست كويسة جدا جدا، لحد ما في يوم من الأيام حصلت الكارثة الكبيرة. هو إن جوزي عمل حادثة، والحادثة دي خلته عنده شلل نصفي من الجزء اللي تحت، والدكاترة قالوا إنه لازم يسافر بره. جوزي كان طيب قوي. سبت ولادي أو بناتي مع حماتي ومشيت مع جوزي لفترة العلاج اللي هي كانت برا. قعدنا شهر واتنين ومفيش أي تقدم، والحالة تدهورت أكتر من كده كمان. والدكاترة قالوا إنه لازم يرجع، وإن الحكاية كلها مسألة وقت. وإحنا هناك من كتر حزن حماية على جوزي جالنا خبر وفاته. حزنت جدا، وطبعا جوزي لا حول له ولا قوة، وما قدرتش أقول له أي حاجة. واللي شال الشغل ومسك الشغل هو أخو جوزي الصغير، اللي كان فعلا ونعم الأخ، وكان أمين على مال ولادي وعلى أمه وعليا، وكان فعلا بيدينا كل حاجة. المهم رجعت بجوزي ومفيش شهر وجوزي مات، وفضلت قاعدة حزينة أنا وبناتي على فراق حب عمري. وكمان حماتي كانت حزينة جدا إن هي في نفس السنة فقدت جوزها وفقدت ابنها. وعلى فكرة حماتي كانت جميلة جدا، وكانت متجوزة حماية وهو أكبر منها بكتير، يعني كانت شابة وشايفة نفسها. المهم بعد فترة كده لقيت عم جوزي جاي، وعلى طول بيزورنا وبيحاول انه يعوضنا اي حاجة. عم جوزي ده راجل كبير، بس مش باين عليه انه راجل كبير يعني. العز والفلوس والشياكة واللبس والعربيات بتعمل كتير قوي في البني آدم. المهم عرض عليا الجواز. قلت له ازاي؟ مش هينفع. قال لي لا هينفع. ولقيته حنين جدا جدا، وكان مخليني مش عايزة أي حاجة. وعايزة أقول لكم كمان إن أخو جوزي ما كانش مخليني عايزة حاجة، وكان على طول بيجيب لي نصيبي أو مصاريفي أنا وبناتي، والأرباح كانت بتروح لبناتي على البنك، لأن كانوا كسر وفي مجلس حزبي. المهم اخو جوزي كان طيب زي ما قلت لكم، وعم جوزي كان حاطط عينه عليا، وفضل يغريني بهداياه وفلوسه، وكمان بيغريني بطيبته وحنيته. المهم وافقت ان اتجوزه، وكان مشترط شرط ان يكون جوازنا في السر، واتجوزنا بعقد عرفي عند محامي. وعشت معاه أيام جميلة جدا ولحظات حلوة جدا. وكان لما يبقى فاضي كان يجيلي، وساعات كتير كان ممكن يخبط عليا بالليل ويقول لي ها عملتلك مفاجأة، ويعمل لي مفاجآت كتيرة قوي قوي قوي. وفضلنا متجوزين أنا وهو 3 شهور، كانوا أسعد 3 شهور. وبعدين كنت أروح عند حماتي ألاقي حماتي متغيرة كده،
اقول لها مالك يا ماما، انت مالك اليومين دول حلويتي كده وبقيتي جميلة. المهم حماتي برضو ما كانتش عايزة تقول السبب، لكن مرة من المرات كنت ولقيت تليفونها بيرن وهي كانت بتاخد دش في الحمام. انا رحت لها فجأة وما كنتش عارفة الكارثة الكبيرة. المهم هقول لكم عليها، هي كانت في الحمام بتاخد دش واستأذنتني وانا فضلت قاعدة استناها لما تخلص، لاني بصراحة كان عندي فضول اعرف هي حلوت قوي كده ليه ومهتمية قوي بنفسها ليه، ونسيت ابنها اللي مات وجوزها اللي مات وتغيرات كتيرة باينة عليها. فلقيت رقم عم جوزي اللي هو جوزي انا، وهي كاتباه حب عمري بيرن عليها. مسكت التليفون وحطيته على ودني، وهو ما استناش ايوه يا قلبي. ايه رأيك الليلة المرة دي كانت ايه جامدة؟ وبصراحة بصراحة انتي نفسك جامدة. اتصدمت وقلت ايه ده، ازاي كده، ازاي يقول لها كده؟ ايه ده، هو بيخوني معاها ولا ايه؟ ايه الحكاية؟ قفلت التليفون وفضل برضه يرن اكتر من مرة. حماتي طلعت من الحمام، مسكت التليفون، قلت لها التليفون ده رن كتير. فراح هو برضه نفس الكلام، وهي طبعا اكيد بيقول لها ايه رأيك في الليلة، فهي مش عايزة تتكلم قدامي فعمالة تقول له طيب تمام تمام هرن عليك بعدين. وقفلت التليفون. فقلت لها ايه يا ماما، انا شايفاكي كده متغيرة وعايزة اعرف بقى ولازم تقوليلي. بعد إلحاح شديد مني قالت لي إن هي كانت محتاجة إن هي تتجوز علشان كانت محتاجة في حياتها راجل يحسسها بأنوثتها. وقالت لي إن زي ما أنا عارفة إن حماية كان راجل كبير وسلم نمر من زمان قوي، وهي كان جواها طاقة ولازم تطلع. فأخو جوزها اللي هو عم زوجي عرض عليها الجواز بس في السر. انا من هنا اتصدمت، قلت لها ايه يا ماما انت بتقولي ايه؟ قالت لي ايوه متجوزاه بقالي شهرين، بس عايشه عيشه هايله جدا، راجل بمعنى الكلمه، كل الحرمان اللي انا شفته لقيته معاه. انا اتصدمت وقلت لها معقوله اتجوزك عم فلان اتجوزك؟ قالت لي ايوه اتجوزني بقالي شهرين بس في السر. طبعا هي عايشة لوحدها وليها شقة، وهو بيجي لها يعمل اللي عايز يعمله، وبنفس الحكاية معايا ومعانا شققنا وبيصرف شوية فلوس علينا. أنا اتصدمت وجالي حالة من الذهول، ومش عارفة ساعتها كنت أعترف لها إنه زوجي أنا كمان، وإنه اتجوزني من 3 شهور وكده يبقى هو متجوزك عليا، يعني مش عارفة أعمل إيه وأتصرف إزاي. وفعلا روحت البيت وأنا مصدومة ومش قادرة أتكلم. يا ترى اقول له ان انا عرفت حقيقتك وانك اتجوزت حماتي؟ يا ترى اقول له ان انت مخادع ولا غشاش ولا ايه ولا ايه؟ وخايفة اقول عشان بحبه وخايفة اخسره. هو راجل كبير مش كبير قوي، يعني حاجة و50 سنة، بس انا مرتاحة معاه مبسوطة معاه وعشت معاه ايام جميلة جدا، ومعوضني غياب جوزي او وفاة جوزي. حاسة ان هو ضلع مهم جدا في حياتي، بس مش عارفة اعمل ايه. وجالي مرة واتنين وتلاتة ومرضتش اقوله، وعشت حياة طبيعية بس من جوايا بغلي. حماتي ضرتي، عارفين يعني ايه حماتي ضرتي؟ طب اعمل ايه واتصرف ازاي؟ افيدوني افيدوني لاني بجد تعبانة. هي دي كانت قصة النهاردة، اللي في الحقيقة حماتي ضرتي دي جملة غريبة جدا، غريبة جدا جدا. وهي موافقة وانتي موافقة، وانتي بتقولي انك مش عايزة تخسريه، وهو مش هيطلقها، لانك حتى لو اعترفتي له انك عرفتي ان هو اتجوز حماتك عليكي هيبجح بقى ويبقى الموضوع عادي ويقسم الايام وما يعملكيش اي حساب، وهيبقى الموضوع علني كده بجاحة بجاحة. ما انتي عرفتي بقى وراضية بأمرك الواقع. لو عايزة تصرحيه وتقولي له انك عرفتي يبقى تأكدي انك لازم تتطلقي منه. لو عايزة تقفلي بقك وما تتكلميش خالص وتعيشي كده زي ما انت عايشة، خلاص استمري، وادعي ربنا بقى ان حماتك ما تقولوش ان هي صرحتك بالموضوع ده، لان ساعتها لو عرف ان انت عرفتي هتبقى خلاص البجاحة العلني، هيقسم ما بينك وما بينها الايام وامر واقع، والنار والغيرة هتقيد اكتر فيك. تمام.
أنا ما عنديش حل غير كده، عايزاه اقفلي بُقِّك كإنِّك ما عرفتيش حاجة، مش عايزاه ومعترضة كلميه وصارحيه واتطلقي منه. هو ده الحل اللي عندي، لو عندكم ليها حل تاني قولوه لها، هي متابعة كومنتاتكم وشايفاها وإن شاء الله تعمل باللي أنتم تقولوا عليه. شكرًا ليكم وشكرًا لمتابعين قصص وحكايات هدى، وانتظروني تاني في قصة جديدة في قصص وحكايات هدى.